الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قول الله عز وجل: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. هذه الآية متعلقة بركن عظيم من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقضاء والقدر. والله سبحانه وتعالى يقول: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. قد يحب الإنسان شيئا وفيه هلاكه، وقد يكره شيئا وفيه نجاته وفيه خلاصه وفيه الخير العظيم له. فيجب على المؤمن أن يحسن الظن بالله سبحانه وتعالى في كل أقداره. وفي قصص القرآن ما جاء بهذا المعنى. فأم موسى عليه الصلاة والسلام رضي الله عنها لما أمرت بأن تلقي ولدها في النهر كانت أخوف ما تخاف أن يقع بيد فرعون، ومع ذلك سار النهر به حتى وصل إلى قصر فرعون، فأخذته امرأة فرعون وقد أحبته حبا شديدا، فتربى في بيته وفي قصره، ودعيت هي إلى إرضاعه. سبحان الله. يوسف عليه الصلاة والسلام لما ألقي في الجب وفي البئر ونقل إلى مصر فبيع عبدا، ونشأ بعد ذلك، الله سبحانه وتعالى قدر لهذا الغلام الذي بيع عبدا أن يكون هو عزيز مصر بقدره سبحانه وتعالى. وهو لا شك أنه كان يكره مثل هذه الأقدار المؤلمة التي مرت به. ولهذا على الإنسان أن لا يتسخط الأقدار، وأن لا يعترض على الله، وأن يسأل الله عز وجل من فضله، وأن يصرف عنه الشر. أم سلمة رضي الله عنها لما توفي زوجها قالت: إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي هذه واخلفني خيرا منها. قالت: من خير من أبي سلمة؟ صحابي جليل ومهاجر، أخلف الله تعالى لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجها فكانت من أمهات المؤمنين. هي كرهت فراق زوجها وأبي أولادها، ولكن الله سبحانه وتعالى عوضها خيرا لما قالت هذه الكلمات العظيمة: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، فاسأل الله عز وجل من فضله، واستعذ بالله عز وجل من شر كل ذي شر، والله أعلم.